السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبت هذه الكلمات وهذه القصيدة لأهل سوريا، إلى أحبة أهل سوريا، أهل الكرامة، أهل النخوة جميعا، بعنوان سوري العروبة. سوري ونعش وكفن، موت محقق، لا أمان ولا أمن. إذا رأيت من يبكي هو سوري، وإذا رأيت مقتولا هو سوري، وإذا رأيت مجروحا هو سوري. ومن وجدت شامخا هو سوري، ومن وجدت كريما فقل سوري، ومن وجدت ذا عز فقل سوري. وإذا رأيت مؤمنا هو سوري، ومن وجدت كرامة فيه هو السوري. وصاحب النخوة فقل سوري. وإذا وجدت مظلوما هو سوري، وإذا وجدت مهجرا هو السوري. وإذا صدفت صاحب حق وأمانة هو السوري. هل أنت سوري؟ وما أدراك ما السوري. هل أنت سوري؟ وما أدراك ما السوري. هو العرب، هو العروبة، هو النخل، هو الصعوبة. هو العرب، هو العروبة، هو النخل، هو الصعوبة. هو الجبل، هو العذوبة. هو البطل، هو النعومة، هو الصمود وقت الصعوبة. هو المبارك والخصوبة. هو الثمر لأهل العروبة. أنا سوري، أنا سوري أمي حنونة، أنا سوري بي الشموخ، أنا سوري أختي الحبيبة، أنا سوري خي السند. وجيراني وخلاني أهل البلد. فكن سوري مبارك أرض وولد. إن الرسول لم يدعو إلا لأهل الشام، والحمد لله أني من هذا البلد. مرت علينا أعوام وحكام، منهم الظالم ومنهم العادل، ذهب الجميع ولم يبقى إلا التراب وفوقه أهل البلد. ذهب الجميع ولم يبقى إلا التراب وفوقه أهل البلد. أنا سوري واسمي فوق الصخور، محفور ومقبور ومولود، وأجدادي وأولادي على ترابها للأبد. ولن ينالها غادر مهما على الأرض انولد. ولن ينالها غادر مهما على الأرض انولد. أنا سوري ابن البلد، أنا سوري ابن البلد. بقلمي وكلماتي الأستاذ الشاعر عماد موسى الصياح. تحياتي لأهل سوريا ولأهل العروبة جميعا وللعالم العربي بأجمعه. وهذا وصف السوري. يا أهل سوريا، يا أحبة كل العالم، رضي من رضي وغضب من غضب،